هذه آخر شريحة كانت معنا يوم أمس، بقي فيها تنبيه أخير. بعض الناس يتوقعون المرض مثلا، أو امرأة تتوقع بأن الحيض سيأتيها غدا، فتبيت النية بالفطر، تنوي بأنها لن تصوم لأن الحيض في عادتها ستأتيها من الغد، أو أنه من عادته في منتصف الشهر الهجري يمرض، فمباشرة ينوي بأنه سيفطر. هذا التصرف خاطئ، لا يبيت النية بالفطر، بل يبيت النية بالصيام. إذا ما جاء العذر أفطر، ربما لا يمرض، يتحسب لها اليوم والله لا، أو يعود في الإثم لأنه قد بيت نية الفطر في نهار رمضان. ربما لا تأتيها الحيضة، الشهر هذاك حيضتها اختلفت وتغيرت، فلا بد من تبييت النية بالصيام إذا ما جاء المرض. إذا ما جاء العذر المبيح للفطر أفطر. ننتقل إلى مسألة أخرى: من يرخص لهم الفطر؟ هذه تحدثنا عليها. من يرخص لهم الفطر مع مطالبتهم بالفدية؟ يوجد أناس أباحت لهم الشريعة أن يفطروا، ولكن مع الفطر عندما يقضي مرة أخرى سيدفع الفدية جبرا للنقص الذي حصل. هؤلاء عندنا الشيخ الكبير الذي صار لا يقوى على الصيام، هذا يباح له الفطر. هل سيقضي؟ هو لن يقضي، خاصة إذا كان عاجزا، مريض مرض مزمن ربما أو غير ذلك. هذا سنخرج عنه الفدية. مقدار الفدية: سنطعم مسكينا، قيمتها عند من يرى القيمة قلنا 15-20 ألف، وهي من الأحسن 20 ألف فصاعدا، وهذه تتحكم فيها أو يتحكم فيها المستوى المعيشي للإنسان. واحد غني هو الطابلة يحط فيها كل يوم 300-400 ألف، وكي يلحق للفقير الذي سيعطيه طعاما يبدأ يشوف في الحد الأدنى 2 كيلو سميد ولا كيلو سميد ولا مانيش عارف. لا، أنت كما تطعم أهلك أطعم الفقراء والمساكين واسأل الله أن يتقبل منك، لأن اليوم من رمضان لا تعوضه الفدية. أي مش تعويض له يوم يساوي الفدية، لا مجال للمقارنة. هذا الشيخ الكبير يستحب أن نخرج عن كل يوم من رمضان الفدية. عندنا كذلك المرأة المرضع إذا خافت على ولدها. احنا عندنا زوز، عندنا الحامل والمرضع. الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفا على نفسها أو خوفا على جنينها، هذه عندما تقضي لا تعطي الفدية. الحامل تقضي فقط، بينما المرضع إذا خافت على نفسها، المرضع إذا خافت على نفسها تقضي فقط. أما إذا خافت على جنينها، ليس جنينها الآن، صار رضيعها، خافت على رضيعها، هنا ستخرج الفدية. لماذا؟ لأنها أفطرت لغيرها ليس لنفسها. إذا أفطرت لنفسها تقضي فقط كالمريض، أفطرت من أجل غيرها، من أجل هذا الولد الرضيع، ستقضي وتفدي. المريض الذي لا يرجى برؤه، مرض مزمن، دم، سكر، أي مرض بحيث لا يرجى برؤه، لن يطلب منه مرة أخرى الصيام، هذا نقول له أخرج الفدية. إذا كان يرجى برؤه، وش نقول له هذا؟
قل عندما تشفى اقض ما عليك فقط. أما إذا كان لن يستطيع الصوم بعد ذلك فنخرج عنه الفدية. مسألة أخرى مرتبطة بهذه، المرأة أو حتى الرجل أفطر في رمضان لسبب، مثلا كان مريضا، كان مسافرا، امرأة نزل بها الحيض أفطرت، وبقي هذا عام كامل العذر مستمر، العام كامل من مرض لمرض مثلا لا يستطيع الصيام. هذا إذا ما حل عليه رمضان جديد، جاء رمضان جديد، مثلا هذه القصة وقعت العام الماضي والآن جاء رمضان هذه السنة وبقي العذر مستمرا، هذا نقول له صم مع الناس رمضانك الجديد، وبعد رمضان اقضي ما فات. هل عليه الفدية؟ لا. لماذا ليس عليه الفدية؟ لأن العذر بقي مستمرا، بقي حتى لو طالبناه بالصيام لا يستطيع، العذر مستمر. كذلك عندنا حالة أقل، لا يكون العذر مستمرا العام كامل، لا بأس عليه دين 8 أيام ولا 10 أيام، عليه دين 10 أيام، يجي في 20 الأواخر من شعبان نزل به عذر مرض مثلا لا يستطيع الصيام، هذا كذلك نقول له بعد رمضان اقضي ولا تخرج الفدية. أما إذا بقي في ساعة من أمره أموره كلها مريقلة ومع ذلك أخر الصيام حتى دخل عليه رمضان دون أي عذر، دون أي سبب شرعي، هذا سيصوم مع الناس رمضان، وبعد رمضان نطالبه بالفدية. لماذا هنا الفدية؟ لسبب تقصيره، أنه قصر. هذا الرجل والمرأة، الفدية قلنا مقدارها إطعام مسكين، تقويمها حوالي 15-20 ألف، ومن الأحسن 20 ألف فصاعدا. متى تخرج الفدية؟ وقتاش نخرجوها الفدية؟ مريض مثلا مرضا لا يرجى برؤه، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، متى نخرج الفدية عنه؟ بعد نهاية رمضان. وكي واحد يخرجها من أول يوم من رمضان؟ عادي. نعم، الفدية نخرجها من الأول، من الوسط، في الأخير عادي، ولكن الأحسن تكون في الأخير بعد ما يترتب سببها نأتي إلى إخراجها. صوم يوم الشك، صوم يوم الشك. قبل ما نتحدث عن الصوم نتحدث عن يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ عندنا في المذهب المالكي ما هو يوم الشك؟ الليلة التي يتحرون فيها رؤية الهلال، وغدا يعود هو يوم الشك. والله كيفاش؟ عندنا في المذهب المالكي، هاي معلومة ممكن جديدة عند البعض، عندنا في المذهب المالكي حتى نسمي هذا اليوم يوم الشك يجب أن تكون ليلته، الليلة السابقة له، يجب أن تكون تلك الليلة ليلة غيم لا يمكن الرؤية. أما إذا كانت السماء صافية ولم نرى الهلال فاليوم الموالي هو قطعا من شعبان، إما شعبان ورمضان، ما هوش في الشك. متى يقع الشك؟ عندما يكون هناك غيوم، ضباب، لم نتمكن من الرؤية. فنحن الآن طبقنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إكمال عدة شعبان 30،
صح كاين احتمال راهو اليوم الأول من رمضان ولا لا؟ كاين، أنا راهو كاين شك، ولذلك سمي يوم الشك. أما إذا كانت السماء صافية فليس يوم شك، إما رمضان أو شعبان. صوم يوم الشك الآن ما حكمه؟ عندنا فيه تفصيل، قد يكون حراما وقد يكون غير محرم. إذا كان احتياطا لرمضان، واحد يريد أن يتحايل، الآن ربما وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية صارت تأتي بالخبر في حينه. قديما كان الهلال يرى في قسنطينة مثلا والله في العاصمة، يبدأ الآن الذين ينقلون الخبر في المسير ربما يصل إلى الوادي بعد طلوع الفجر. هذا واحد يخاف، يقول لك ممكن نفطر ويروح للنهار ويظهر من رمضان، فيصوم يوم الشك على نية أن إذا كان من رمضان أن ربحت النهار ولن أقضيه بعد رمضان، وإن كان من شعبان هاني صايم. هذا التصرف غير صحيح، يحرم هذا التصرف. لا يصام يوم أو يومين احتياطا لرمضان أبدا، وإن صادف أنه من رمضان لا يقبل منه. من يقول لي لماذا؟ النية، لأن من شرط النية أن تكون جازمة فيهاش التردد. كان جاي من رمضان هاني صايم، هاني ربحت النهار. كان جاي شعبان هو صيام تطوع، نقول له لا، هذه النية لا تجزئ، بعد رمضان ستقضي هذا اليوم مع الإثم. هذه الحالة الأولى. دليلها أحد الصحابة رضوان الله عليه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. واحد من عادته يصوم الاثنين والخميس، صادف ليلة الشك أو يوم الشك الاثنين، نقول له صم، لأنك قد تعودت على صيامه مثلا، أو يصوم يوم ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، صادف اليوم الذي سيصومه يوم الشك يصومه ولا حرج. إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وهذا الحديث في الصحيحين. كذلك إذا صام تطوعا مطلقا، ما هوش نية احتياط لرمضان، صايم نافلة، هذا كذلك لا حرج فيه. الغسل بعد الفجر يفطر ولا لا؟ واحد اغتسل بعد الفجر، هاي نبدأ بالغسل في الغسل الواجب مثلا كالجنابة أو الطهر من الحيض والنفاس، هل يفطر؟ لا يفطر. فقط الشرط الوحيد ما هو؟ ألا يتسرب إلى جوفه شيء، أما مجرد غسل لا يفطر، هذا غسل واجب ما عليه شيء. وإذا قلنا الغسل مستحب كما غسل يوم الجمعة، يفطر ولا لا؟ لا يفطر، ما عليه شيء. في الصيف الدنيا حامية، واحد حب يدير دوش يبرد على روحه، يفطر بهذا الاغتسال ولا لا؟ كذلك لا. نعم، المهم أن لا يتسرب إليه شيء. الآن نمر على عدد من المسائل المعاصرة، هل هي مفطرة أم لا؟ نبدأ بمرضى السكري أو من شابههم. المريض بالسكري، مرض السكري
على مراتب، ليس على مرتبة واحدة. إذا كان مريضا بالسكري، نسأل الله أن يشفي مرضانا جميعا، ويتحكم في هذا المرض بالحمية، يتحكم في هذا المرض بالأنسولين، يستطيع أن يصوم، واستشار طبيبه قال له تستطيع الصيام، هذا يجب عليه الصيام، ولا يتخذ مرض السكري عذرا للفطر، لأن المرضى بالسكري ليسوا على درجة واحدة. أما إذا كان المرض يسبب له مضاعفات، أو الصيام يسبب له مضاعفات في مرضه، وطلب منه الطبيب أن يفطر، نقول له أفطر. ربما مرض إبر الأنسولين ولا تعدل المرض، أو لا تعدل نسبة السكري في الدم، الحمية لا تكفي. هذا إذا وصل إلى مرحلة وطلب منه الطبيب أن يفطر فليفطر. عندنا فقط هنا جانب احتياطي، أن المريض لا يكتفي بشهادة طبيب واحد. إذا شخص له الطبيب الثقة، طبعا دائما نرجع إلى الطبيب الثقة، شخص له الطبيب يذهب كذلك إلى طبيب ثاني، إن اتفقت كلمتهما يفطر، اختلفت كلمة الطبيب الأول مع كلمة الطبيب الثاني، وش يدير هذا؟ يروح للثالث، الثالث هو المرجح، قال لا أفطر يفطر، قال لا تفطر لا يفطر، وهو يتابع حالته. طبيب النفس ملاهى كما يقولوا شيابنا، يبقى دائما على تردد مع الطبيب. مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي هو هيئة علمية تضم عددا كبيرا من علماء الأمة المعاصرين من مختلف المذاهب الفقهية ومن مختلف الدول. مجمع الفقه الإسلامي أخرج فتوى في مرضى السكري، تتعلق بمرضى السكري وحالتهم في رمضان، واستدلوا على وجوب الفطر بعدد من النصوص، مثلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكل الأمراض المشابهة له تلحق به. مسألة استعمال معجون الأسنان في رمضان مفطر أم لا؟ معجون الأسنان إذا دخل الحلق مفطر أكيد قولا واحدا، لم يدخل الحلق لا يفطر. نعم، معجون الأسنان غير مفطر، ولكن نبقى ديما نحوم حول الاحتياط للصيام. نقول يجتنب الصائم المعجون القوي النافذ، هذا يبعد عليه، يدير معجون مخفف، والأحسن أن يقلل الجرعة، ينقص من الكمية، والأحسن أن يستعمل الفرشاة جافة لا يستعمل المعجون أصلا، أو ينتقل إلى السواك عود الأراك، هذا من باب الاحتياط. وإلا فإن الحكم الشرعي هو عدم التفطير إذا أمن من دخول شيء إلى جوفه. تفضل. عود السواك المعطر لا يبلع، هو من الأحسن الابتعاد عنه. هالمطيب هذه فيها القوارص أو لا أدري، هذه يبعد عنها. والأراك لا يمص أو يبلع بقاياه. علاج الأسنان قلعا أو إصلاحا مفطرة أم لا؟ واحد يخدموا له الزرس نتاعها يبلمبوها، يديروا لها الحشوة البونج، أو يدق له إبرة البونج، ما يدخلش الحلق ما يفطرش. عندنا شرط مهم، ألا يتسرب شيء إلى الجوف. إذا شككنا
سيتسرب شيء إلى الجوف نقول لا يجوز الذهاب للطبيب. إذا تيقنا أو من باب أولى أن سيدخل شيء، القلع ربما الأمر أسهل، أو ينحيها وخلاص بصح يعود يخدم فيها ويبرد بالمشينة. قد يتسرب شيء من برادة الأسنان إلى الجوف، فنقول يبتعد عنه احتياطا لصيامه. إذا أمن تأكد راه ما كانش لن يدخل شيء لا يفطر، ولكن احتياطا يبتعد عنه. المراهم التجميلية أو العلاجية، البماضة مفطرة ولا لا؟ لا، البماضة العين تونجها حتى هي. البماضة في الجلد في الرأس لا تفطر، أو يتشربها الجلد، يمتصها الجلد. الجوف هو لن يبلعها، هو يضع في يده تؤلمه في ظهره في رأسه رقبته وتوجينا حتى الغسول. نعم، هذه مفطرة ولا لا؟ لا تفطر حتى وإن تشربتها مسامات الجلد. عندنا واحد الإشكال أنه ربما يضع المرهم فيشعر بطعمه في حلقه، يدير البماضة في راسه يحس بطعم، خاصة كانت قاوية فليو ولا حاجة نعناع مش عارف، يشعر بالطعم. مفطر. هاو لم يأكلها، تشربها الجلد فقط، لا تفطر. لأن في آخر الحلقة في آخر اللسان يوجد خلايا ذواقة، هذه الخلايا حساسة جدا، كل ما يمر قربها تمتصه أو تستشعره. هو لم يصل إلى الحلق، أنت تشعر بوجود طعم في الحلق، هو لا يوجد شيء في الحلق، يوجد خلايا في آخر اللسان شعرت به، فهو غير مفطر. سواء هذه المراهم كانت علاجية لمرض أو تجميلية يديروها النساء، هذه كلها غير مفطرة. الدهونات، الصبغة في الراس، مرات تدير الصبغة في راسها، الحنة مفطرة ولا لا؟ تتشربها مسامات الجلد، فروة الرأس، لا تفطر. المفطر ما دخل عن طريق الفم، ما دخل عن طريق الأنف، أو ما قام مقام الأكل والشرب، وهذه تتشربها المسامات فقط، فهي غير مفطرة. كذلك اللصقات، أي كيف يدير لصقة فيها دواء، هذا الدواء يمتصه الجلد، غير مفطر. ما يدخل عن طريق الجلد غير مفطر. الجوف عندنا في المذهب المالكي، وهذا الذي أخذ به جمهور العلماء المعاصرين، هو الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي عندنا من أين يبدأ الجهاز الهضمي؟ يبدأ من الحلق. في مذاهب أخرى يوجد من ضيق الدائرة وقال الجوف في المعدة فقط، ويوجد من توسع قال كل ما دخل إلى الجسم هو جوف. عندهم هذا كون يدير البماضة يفطر، يدير قطرة يفطر. أوسط المذاهب وأعدلها وأرجحها هو المذهب المالكي، وسط، دون توسع ودون تضييق. تحاليل الدم غير مفطرة، تحاليل الدم غير مفطرة. كاين واحد الحديث قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم ماذا فعل؟ سحب الدم
والمحجوم سحب منه الدم. وش رايكم يا سيدي؟ ها عندنا تحاليل الدم فيها سحب، كان فيها مص بالفم، ولذلك الحاجم ممكن يدخل إلى جوفه شيء فيفطر. جيد. ها يا سيدي هذا هو خرج من منع الحاجم والمحجوم، هاو مازال في تحاليل الدم سحب الدم. بارك الله فيك. هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم هو صحيح ولكنه منسوخ. ايش معناه منسوخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحكم، ولكن بعد ذلك غير الحكم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وأعطى الحجام أجرته، حتى الحجام أعطاه الأجرة. هذا الحديث جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية كلهم قالوا بأن الحاجم والمحجوم لا يفطر، فقط احتياطا إذا كان سيسحب الدم بفمه نقول له لا. لماذا؟ احتياطا للصيام، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذا في الوضوء، خليه يعود يجبد في ممكن يروح له الدم، نقول له لا. أو إنسان ضعيف البنية ربما إذا احتجم أرهق إرهاقا كبيرا فاضطر إلى الفطر، نقول له بارك الله فيك لا تحتجم في النهار حتى لا تفطر. أما واحد عادي يحتجم ويذهب ليجري تحاليل الدم لا مشكلة، عادي. مسألة أخرى، التبرع بالدم كيف ولا لا؟ كيف المتبرع له بالدم لا. علاش لا؟ استقبل. الدم مما يتكون فيه المغذيات، ونحن قلنا يمنع من الأكل ومن الشرب أو ما يقوم مقامهما، أي مغذي ممنوع، والدم مغذي، بل في أحيان كثيرة يضاف له مواد أخرى الدم قبل إضافته إلى الجسم. فالدم المتبرع له قد أفطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. نعم. مشكل هذا، مانيش عارف وين تلحق بابتلاع النخامة ولا أي هذه يبحث فيها نعم سيدي ويعطيكم الجواب. ولا عندك جواب حاضر نعم سيدي؟ احنا لحقوها بالنخامة، زيد ابحث ومدلهم حكم متأكد فيه. مليحة هالأسئلة هذه، أي لا تتبادر إلى الذهن، على الأقل يحضر لها جواب لدروس أخرى. بارك الله فيك. غسل الكلى، غسل الكلى مفطر أم لا؟ أكيد مفطر، ما دام قلنا المتبرع له يفطر لأن الدم سيدخل إلى جوفه. كذلك في عملية غسيل الكلى سيخرج الدم وتضاف له مواد بعد تصفيته وسيرجع إلى الجسم، فأكيد سيفطر. هذا إن قوي بعد ذلك على الصيام والقضاء سيقضي لاحقا، أما إن كان ضعيفا فالحرج مرفوع عنه. بخاخ الربو، بخاخ الربو. بخاخ الربو عندنا فيه أنواع، نبدأ بالنوع الأول. الفنتولين، هذه عبوة صغيرة سعتها 10 مليلتر، تكفي للاستعمال 200 مرة. لا أدري الصورة واضحة ولا لا، هاي 200 مرة يستعملها 200 مرة، 10 مليلتر.
المرة الواحدة كم فيها من مليلتر؟ والله 1 مليلتر قديش فيه استعمال؟ 1 مليلتر هي 10 مليلتر تجيب لنا 200، و1 مليلتر قديش؟ 1 مليلتر أنا 20. 1 مليلتر 20 مرة. احفظوا لي الرقم هذا لأننا سنرجع إليه بعد قليل. 20 استعمال يساوي 1 مليلتر. هذه العبوة عندما يستعملها المريض استعمالا صحيحا، ما هوش واحد مازال بجادي، لا، واحد خلاص عاد يعرف يستعملها. عندما يستعملها الجرعة أين تذهب؟ للحلق. ومن بعد هل تذهب للمعدة ولا تذهب للرئتين؟ تذهب للرئتين. الذي يحسن استعمالها عندما يسحب ستذهب إلى الرئتين. الرئتين من الجوف ولا لا؟ وش قلنا قبل قليل؟ ما هو الجوف عند المالكية والذي أخذ به العلماء المعاصرون؟ هو الجهاز الهضمي. والرئتين من الجهاز الهضمي؟ لا، معلش، هي ستذهب إلى الرئتين ويروح منها شوي للمعدة ولا لا؟ أكيد سيتسرب منها شيء إلى المعدة. هاي يا سيدي، ها الشيء الذي تسرب إلى المعدة سنبحث عن حجمه. هي كلها قلنا حجمها جزء من 20 جزءا من المليلتر. جزء من 20 جزءا من المليلتر. وكل جزء من 20 نزيد نقسموه، جزء منه سيبقى ربما في طريقه، وجزء الأكبر سيذهب إلى الرئتين، وجزء يسير سيذهب إلى المعدة. معناها يسير في يسير في يسير، أس 3 ولا أس 4. هاي يا سيدي نشوف الحكم الشرعي. عندنا قاعدة فقهية. قاعدة فقهية: اليسير معفو عنه. اليسير معفو عنه. الشريعة أحيانا تحرم وتمنع ثم تستثني اليسير القليل، تستثني القليل فتبيحه وتتغاضى عنه. هذا موجود في الشريعة. أعطيكم مثالا: ما حكم لبس الحرير للرجل؟ حرام. هذا من الأمور المعلومة. إذا كان ثوب الحرير فيه مقدار أصبع أو أصبعين أو 3 أو 4 يجوز لبسه ولا لا؟ ما تخافوش يا سيدي. يجوز لبسه. عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبع أو أصبعين أو 3 أو 4. هذا من اليسير المعفو عنه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرب في إناء مضبب. الإناء تشقق وصدوه بالفضة. حكم الشرب في إناء الفضة أو إناء الذهب محرم. هل يسير هذا لصدبيه الإناء؟ يسير معفو عنه. خلاص، هذه اسمها قاعدة اليسير المعفو عنه. هذه ندرت فيها مذكرة الماستر، وأشرف علي الأستاذ الدكتور عبد القادر مهوات، وطبعت كتابا، وزدنا بعدها درنا بحث في أثر قاعدة اليسير المعفو عنه في المفطرات المعاصرة، والشيخ عبد القادر مهوات، ونشر كذلك البحث. الآن نطبق هذا في مسألتنا. أجرى عدد من العلماء المخبريين تجربة. جاءوا بعدد من الرجال، نسيت العدد، ربما 10، وكل واحد أعطوه إناء فيه ماء وقالوا له: تمضمض تمضمض وأرجع الماء إلى الإناء.
كلهم داروا كما هكا، ومن بعد نظروا في الأواني ماذا نقص منها. عارفين كل إناء قداش الجو ناقص فيه؟ ما بين 1 مليلتر و1.5 مليلتر بقي في الفم. هل الشريعة أمرتنا بعد الوضوء بأن ندخل المنديل وننشف الفم؟ يا أخي ما كانش. أكل الجزء الذي بقي في الفم ما حكمه؟ هو معفو عنه. معفو عنه. قداش مقداره؟ نهزه بالرقم أو السعة الأدنى 1 مليلتر. أك 1 مليلتر كي نرجعه هنا البخاخ الربو قداش المرة باش نلحقوا له الرقم هذا؟ لازم 20 استعمال. أما الاستعمال مرة والمرتين هذا من اليسير، في اليسير المعفو عنه. الآن ممكن واحد يقول لك يتسرب منه شيء إلى المعدة. لكن التجربة هذه ما زالت فيها مرحلة ثانية. الماء الذي أعطي لهم ليس ماء عاديا، بل ماء فيه مادة مشعة يمكن رصدها وتتبعها بأجهزة خاصة. بعد ما تمضمض وأرجع للإناء دخلوه للجهاز، شافوا هل الماء هذا الذي بقي في لسانه هل بقي في اللسان أم تسرب؟ وجدوا هذا الماء قد تسرب إلى المعدة. هل نحكم عليه بالفطر؟ لا، لأنه من اليسير المعفو عنه. هذا بالنسبة للبخاخ هذه العبوة. يوجد بخاخ آخر ماهوش هواء كما هذا راهو هواء فيه واحد المادة دوائية نسبتها قليلة جدا. لا، يوجد دواء آخر عبارة عن بودرة. هذا الجهاز تتحط فيه الكبسولة ويقوم هو بسحقها، يطحنها ويستنشقها المريض. هذا مفطر ولا لا؟ مفطر، نعم، لأن له جرم. يوجد كذلك حالة أخرى في بخاخ الربو، وهي استعمال هذه الأجهزة. هذا يسمى الرذاذ البخاري. هذا الجهاز طريقته ليست كطريقة العبوة. يوجد حالات مستعصية في الربو لا تكفي البخة الواحدة والبختين، بل لابد من استعمال جرعات كبيرة، وهذه الجرعات تكون لمدة زمنية طويلة تصل إلى ربع ساعة وهو يستنشق هذا الدواء، ويكون فيه بخار ماء، لأن استعماله لمدة زمنية طويلة يسبب نشوفا في الحلق، يجرح. حتى لا يجرح الحلق يديروا له شيء من الرذاذ، ولذلك سمي بالرذاذ البخاري. هذا مفطر ولا لا؟ مفطر، نعم، لأن الجرعة ليست يسيرة، جرعة كبيرة جدا. وهذه تشبهها المنفسة ستأتينا في الأكسجين التي كانت تستعمل في كورونا. غاز الأكسجين، واحد يستنشق غاز الأكسجين يفطر ولا لا؟ لا يفطر. أو ممكن يروح للمعدة، مش مشكل، هواء. هذا الهواء العادي. صح، احنا راهو عندنا واحد الهواء مرطب بالماء، هذه كنا نتحدث عليها قبل قليل في الرذاذ البخاري أو في المنفسة الصناعية. في كورونا الجهاز المستعمل المنفسة الصناعية هذه لا بد من ترطيب الهواء قليلا. كيف يرطب الهواء؟ يرطب بمروره على الماء، فيصبح الهواء متشبعا بالماء بالرذاذ، وتستعمل لمدة زمنية طويلة. هذا الهواء المرطب بالماء إذا استعمل مدة زمنية قصيرة، وهذه هي ما تكونش، لأنه يستعمل إلا في المدة الزمنية طويلة. إذا كان مرطبا بالماء هو مفطر، ويجب عليه القضاء بعد ذلك في حال الصحة. التخدير تحدثنا عليه بالأمس.
التخدير الموضعي ماذا قلنا عليه؟ يفطر؟ لا. التخدير الكلي قلنا فيه تفصيل. أعطوني التفصيل. كان عاد معها السيروم ها ويفطر لوجود السيروم، زيدوا. المدة قديش؟ أعطيتكم لها مثال ساعة، قلنا حتى لا يفطر لا يتجاوز نصف اليوم، نصف يوم الصيام، مش نصف معناها 12 ساعة، مدة الصيام لا يتجاوز نصف مدة الصيام. أو حالة ثالثة متى يكون مفطرا؟ وقت الإمساك، نعم، إذا غاب عقله وقت الفجر. غاز التخدير، الغاز في حد ذاته غير مفطر. الإبر الصينية، الوخز بالإبر، الإبر الصينية مفطرة ولا لا؟ لا تفطر. الحقن كذلك، الإبرة نتاع البونج وحدها ما فيهاش السيروم، الإبرة نتاع البونج لا تفطر. قلنا الإبر المفطرة نوع واحد فقط، هي الإبر المغذية. نجو إلى قطرة العين. قطرة العين، أولا العين هل يوجد منفذ منها إلى الحلق أم لا؟ كاين، هذه مسألة مختلف فيها طبيا، هل يوجد أم لا. وظاهر أنه يوجد، نعم، قناة واصلة ما بين العين والحلق. صحيح هي قناة دقيقة جدا ولكن موجودة. ويوجد من الأطباء ينفون هذا. نحن سنمر أو سنبني الحكم على أنه توجد هذه القناة. قطرة العين مقدار ما يضعه في العين هي قطرة واحدة. القطرة الواحدة لا تساوي حتى 1 مليلتر، والزائد عن القطرة أصلا العين لا تقبله. ممكن واحد يقول لك ندير 3 ولا 4 قطرات، لا، وكله سيفيض. العين لا تتحمل أكثر من قطرة واحدة. هيا سيدي دار قطرة في عينه. العين عبارة عن جلد، حتى هي مسامات، ستتشرب هذه المسامات هذا الدواء. أولا هو من اليسير القليل المعفو عنه، القطرة كلها ما هيش حاجة. ثم ما يتسرب من خلال تلك القناة هو جزء يسير جدا، وغالبا ما تتشربه هذه القناة. الآن السؤال المطروح، ربما يجد الطعم في الحلق، يفطر ولا لا؟ لا. لماذا؟ قلنا راه كاين في نهاية اللسان خلايا ذواقة، أي شيء يقترب منها في محيطها ستتحسسه، فلا يكون مفطرا. وصدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي. فقط احتياط هنا ذكره مجمع الفقه الإسلامي في الكحل. الكحل ربما يجد الطعم في الحلق، وربما يجد حتى اللون. بعض الناس ربما يجد اللون. مجمع الفقه الإسلامي أوصى بأن لا يبتلع ما يجده عندما يشعر بشيء، يخرجه احتياطا وخروجا من الخلاف. قطرة الأذن. الأذن نسيدي كاين قناة واصلة ما بين الأذن والحلق ولا لا؟ نعم، هذه قناة كبيرة، ماهيش كما قناة العين، قناة أكبر من قناة العين. قطرة الأذن. عندنا الإنسان السليم الصحيح سنجد طبقات في الأذن. هذه الطبقات، الأذن الخارجية معزولة بطبقة، بحيث إذا ما وضعنا دواء في الأذن لا يتسرب إلى الأذن الوسطى وإلى الأذن الداخلية. هذا الإنسان العادي لا يتسرب شيء. هذا إذا وضع دواء في الأذن هل يفطر أم لا؟ لا يفطر. عندنا الآن إنسان آخر مريض، الجدار الحاجز
يثقب، طبلة الأذن تكون مثقوبة. الآن إذا وضعنا دواء سيتسرب إلى الأذن الوسطى وإلى الأذن الداخلية وسيذهب إلى الحلق. الآن ننظر في مقدار الواصل إلى الحلق. إن كان الاستعمال قطرة واحدة مثلا أو قطرتين فلا يصل إلى الحلق، أو ما وصل منه فهو يسير. أما تكرار الاستعمال فهذا يصبح مفطرا، ما عادش يسير معفو عنه، تكراره يجعله مفطرا. غسل الأذن، الإنسان السليم يذهب للطبيب ليغسل أذنه أو يستعمل كثير من الماء، يفطر ولا لا؟ لا يفطر. والإنسان المريض الذي قلنا الجدار مكانش، هذا سيفطر. ولذلك نقول له لا تذهب للطبيب في نهار رمضان، لأن سيتسرب شيء إلى الحلق حتما، وهذا لا يجوز. قطرة الأنف مفطرة ولا لا؟ مفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قطرة الأنف مفطرة لأنها تصل إلى الحلق مباشرة. نتحدث عن القطرة بجرعة كبيرة. أما إذا كان ربما لا يصل منها شيء إلى الحلق مباشرة، تمتص هنا في البداية، هذا امتصتها المسامات قبل أن تصل إلى الحلق، تفطر ولا لا؟ لا، نتحدث عن قطرة تصل، هذه مفطرة، ويجب اجتناب قطرات الأنف في نهار رمضان. هذه أحكام شرعية ذكرتها. يبقى واحد يحتاط يقول: يا أخي ما دام حسيت بطعمها في حلق عاود النهار. نعم، قلنا له ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي أعاد الصلاة: ولك الأجر مرتين. يستطيع أن يعيد اليوم احتياطا، هو حر. منظار المعدة للتصوير والفحص. منظار المعدة، يدخل المنظار عن طريق الحلق ليصل إلى المعدة، هل هذا مفطر أم لا؟ هذه مسألة مختلف فيها. ذهب جمهور العلماء على أنه مفطر. جمهور العلماء من القدامى ذهبوا إلى أنه مفطر. يوجد استثناء واحد فقط، أنها إذا لم يستقر في المعدة، أظن عند الحنفية، هذا لا يفطر، كما الحالة نتاعنا أنه يدخل المنظار ولا يستقر في المعدة، يسحب بعد ذلك، عندهم لا يفطر. أما جمهور العلماء من غير الحنفية عندهم يكون مفطرا. جمهور المعاصرين الآن أو العلماء المعاصرون اختلفوا فيه. ذهب كثير منهم إلى الأخذ بمذهب الحنفية إلى عدم التفطير، ولكن الأحوط للإنسان أنه إذا أدخل المنظار أو ذهب للطبيب وأدخل المنظار أن يعيد اليوم، خاصة إذا علمنا بأن المنظار لا يمكن أن يدخل هكذا جافا، بل يرطب بمادة، لا يكون جاف المنظار، يوجد مادة ملينة حتى يسهل دخوله إلى الجوف. هذه المادة بما أنها وصلت إلى الجوف فتكون مفطرة، ويعيد اليوم خروجا من الخلاف وأخذا بمذهب جمهور العلماء. حق وقت الأذان الشيخ نزيد اللي بعدها. منظار الشرج عن طريق الدبر، هل هو مفطر أم لا؟ بواسير مثلا، هذا غير مفطر. عندنا في مذهبنا مذهب الإمام مالك أنه إذا دخلت التحاميل مثلا الداخل عن طريق الدبر حتى يكون مفطرا، لا بد وأن يكون مائعا،
ليس جامدا، مائع. وأن يصل إلى المعدة. الآن ربما سنغير، لا نقول يصل إلى المعدة، نقول ربما يصل حتى إلى الأمعاء الدقيقة، مكان الامتصاص. المهم أن يكون مائعا، هذا الذي يعنينا. والمنظار ليس مائعا، مائع معناها ربما سائل، أما هذا فليس سائلا فلا يكون مفطرا. نعم. التحاميل والله الشماع أنا مش أتحدث عنها. التحاميل حتى هي سأتحدث عنها. التحاميل والله الإفراغ بإدخال السوائل. نحن قلنا من شرطه أن يكون مائعا. عندنا الحقنة من أجل الاستفراغ، مش يفرغوا له. هذه الحقنة هي مفطرة إذا غلب على ظننا بأن الماء قد استفاد منه الجسم. يديروا وك الماء أو المادة هي مائعة، الشرط الأول موجود. الشرط الثاني فقهاؤنا قالوا المعدة. الآن نقول هل تم امتصاصه من طرف الجسم، من طرف الجهاز الهضمي أم لا؟ تفضل.